السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اخترت النهاردة موضوع مهم قوي هتكلم معاكم فيه، وهو ازاي تقدري ترجعي علاقتك بابنك بالذات بعد فترة الامتحانات والضغطة اللي كلنا مضغوطينها الأيام دي. أول حاجة مهمة قوي لازم أقول لابني إن أنا بحبك علشان ذاتك. ما بلاش أربط إن أنت لو ما ذاكرتش أنا مش هحبك، انا مش لو ما عملتش ده انا مش هحبك. لا، دايما احسسه ان انا بحبك كده كده، عملت ما عملتش انا بحبك، بس لو عملت ده انا هبقى فرحانه ومبسوطه منك اكتر. لكن حب انا كده كده بحبك وانت ابني حبيبي. دي اول حاجه. تاني حاجه الحضن، مهم قوي نحضن ولادنا ونحسسهم بالامان. تالت حاجه خليكي دايما ايجابيه وخزني عقل ابنك بعبارات ايجابيه. العبارات اللي انت هتقولها له دي هتلاقيها هتنعكس عليه وعلى تصرفاته. طب ازاي؟ يعني لو قلت لابني انت ناجح، انت شاطر، انا واثقه فيك، انا عارفه ان انت هتقدر، انا عارفه انك هتنجح، كل العبارات الايجابيه دي عقله الباطن بيبتدي تشتغلي على عقل الباطن ده. عقل الباطن ده حتى وهو نايم ما بينامش، فهتبتدي تشغلي عقله على الافكار الايجابيه ديت وتخزني عقله، والحاجات دي صدقيني هتنعكس على تصرفاته وهيبقى فعلا كده. طيب رابع حاجه قلنا لازم اشجعه كمان. التشجيع وهو ليه علاقه بالنقطه اللي قبلها، دايما بشجعه. لو حتى يعني لو مش شرط في الاول يعمل كل اللي انت طالباه منه، لو عمل جزء بسيط بس من الحاجات اللي انت طالباها منه تبتدي تشجعيه، عشان ده هيبقى حافز ليه ان هو يكمل ويعمل اكتر عشان يرضيكي. طيب المكافاه بقى، والمكافاه دي هتبقى عباره عن ايه؟ دايما في نهايه الاسبوع هنعمل ميتنج فاميلي، يعني اجتماع كده عائلي، ونقعد كل افراد الاسره فيه ونقعد نتكلم ايه الاهداف اللي احنا هنحطها الاسبوع ده. كل واحد نخليهم يحطوا اهدافهم بايديهم ويعملوا جدولهم بايديهم، بحيث كمان يعرفوا اهميه الوقت قوي وينظموا وقتهم. فابتدي اقول له يلا احنا المفروض من دلوقتي يلا احنا كل واحد فينا هيعمل الجدول بتاعه والمهام اللي مطلوبه منه ان هو يعملها الاسبوع ده. فمثلا عنده بقى المذاكره يقسمها، الصلاه، الحاجات بقى اللي انا عايزه ابني يعملها، مثلا عايزاه يرتب اوضته، كل الحاجات اللي انا طالباها منه اخليها تتحط في الجدول، ينظمها بوقت مثلا او بصور، يعني زي ما تكون حاجه سهله ليه. وابتدي خلاص اتفقنا احنا هنعمل ده خلال الاسبوع، كل واحد هيعمل ده. نيجي بقى اخر الاسبوع احنا حطينا مثلا النهارده الخميس، حطينا البلان بتاعتنا اللي احنا هنمشي عليها. اجي نهايه الاسبوع على يوم الخميس او الجمعه، يوم نكون متفقين عليه، يلا كل واحد يوريني الجدول بتاعه، هو حقق ايه، انجز ايه، عمل ايه، طب انت انجازاتك ايه، طب انت انجازاتك ايه. وابتدي بقى نبقى متفقين، اشوف ايه اساسا المعززات والحاجات اللي ابني بيحبها او بنتي بتحبها. يعني مثلا اشوف دايما بيحب مثلا اكتر حاجه بيحب الخروجه، يبقى خلاص انت حققت، لو حقق مثلا نسبه حتى اول اسبوع نسبه 70% حلو جدا، انا راضيه جدا، لان احنا لسه بنتدرب في مرحله تدريب. فهقول له خلاص انا راضيه جدا، فشوف اكتر حاجه بيحبها، نبقى متفقين مثلا ان احنا هنخرج الخروجه دي مثلا، مثلا هروح عند تيتا لو هو دي اكتر حاجه بيحبها، هنروح الملاهي، اشوف بقى اكتر حاجه هو بيحبها هنعملها. طيب خلاص خرجنا واتبسطنا وفرحنا كده. طب افرض ما عملش اللي احنا طالبينه، خلاص يبقى احنا كنا مثلا هنخرج المكان اللي احنا عايزين ان احنا نروحه واللي انت بتحبه، فاحنا خلاص هنتحرم من المكان ده نتيجه ان انت ما خلصتش وما انجزتش المهام اللي عندك. فهو كده هيتعلم ان هو يشيل مسؤوليه نفسه نتيجه تصرفاته. عملت هتوصل، ما عملتش خلاص انت اللي ما عملتش، فخلاص ما تستناش ان انت تاخد حاجه انت ما تعبتش، عشان يعرف ان كل حاجه ليها يعني تعبت واجتهدت ليك نصيب في ده، ما تعبتش وما اجتهدتش فخلاص. دي كده حاجه مهمه قوي قلت اركز عليها برضو، ان احنا دايما هنكافئ ونعمل مكافئات، بس بقى ما اقعدش اقرر، يعني مش كل اسبوع اقول له هنروح عند تيتا، هيبقى كده في ملل. لا، اشوف حاجه تانية معززه ليه بيحبها قوي. وفي حاجه مهمه قوي، انا بعزز ماديا بقى، ان احنا خروجه، اجيب له اكله، اديله فلوس زي بقى ما هو بيحب. وكمان دايما مهم قوي 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 التعزيز المعنوي، ان اخده في حضني، ابوسه، اقول له انت شاطر، اقول له انا فخوره بيك، انت ابني حبيبي اللي انا فخوره بيك. كل ده بيفرق جدا جدا، كلمات بسيطه بس بتفرق جدا جدا مع اولادنا. طيب حاجه كمان مهمه قوي، ما قارنش ابني، كل طفل ليه قدراته اللي ربنا ميزها بيه عن التاني. صدقيني حتى لو ابنك من اطفال ذوي الهمم هتلاقي عنده قدرات مش موجوده عند الاطفال الطبيعيه. وانا بشوف ده فعلا مع الحالات اللي بتعامل معاها، فعلا سبحان الله
ربنا مدي لكل واحد قدرات ومواهب بتميزه عن غيره. فدايما ما قارنش ابني زي ما احنا كده كأمهات، انت مش بتحبي مثلا زوجك يقارنك بحد تاني، فالولد برضه نفس الحكايه، او البنوته بتاعتك مش هتبقى حابه انها تتحط في مقارنه. يعني لو قارنتيها باختها او مثلا بنت خالتها او اي حد، هتلاقي دايما هيبقى فيه غيره وهيأثر على نفسيتها جدا، واحنا طبعا مش عايزين ده. بالعكس، انت كده مش هتحسني منها، انت كده بتدمريها، بتدمري شخصيتها، بتوريها انك مش راضيه عنها. وعلى فكره الولاد يعني حته عدم القبول دي بتفرق قوي قوي قوي. يعني لما يحس ان انت اساسا مش قابلاني، ممكن يعمل تصرفات يضايقك بيها اكتر، عشان هو حاسس ان انت مش متقبلاه كطفل. فمهم قوي ان انا احسس ابني ان انا قابلاه، ان انا يا حبيبي راضيه بيك ومعجبه بيك، وعاجبني قوي الحاجات اللي انت بتعملها، الحاجات الحلوه اللي هو بيعملها، وافخم قوي ويعني واعلي قوي الحاجات الايجابيه، عشان هتلاقيها دايما بتزيد معاكي. ودايما بقول السلبيات احاول اتغاضى عنها شويه، لاني لو ركزت على السلبيات هتكبر معاكي. تمام. وكل واحد هنا، واحنا كل واحد ليه موهبه، وكل واحد في الدنيا دي ليه بصمته. يعني كل واحد هتلاقيه متميز في حاجه كده وليه بصمه. طيب ازاي بقى اموت رهبه الامتحان في عين ابني؟ الموضوع ده مهم قوي. افهمه اساسا ان الامتحان ده تقدير كده لشويه معلومات انت لا حصلتها لا ما حصلتهاش. الماده دي مثلا انت ذاكرتها وفهمت منها معلومات، فعرفت تجاوب، معنى كده انك اجتهدت وعملت اللي عليك وعرفت تحل. طيب ما عرفتش تحل، يبقى معنى كده ان في حاجه انت مش فاهمها او مش واصله لك، محتاجه تتعدل لك بطريقه ثانيه وباسلوب ثاني، وبرده ان شاء الله هتعرف تحصل وتجيب احسن. لكن بلاش الرهبه والخوف والقلق والتوتر، لان على فكره ده بينعكس على الطفل وهينعكس على درجته. دايما احسسه ان انا راضيه عنك يا حبيبي، طالما انت عملت اللي عليك ومتاكد وواثق انك عملت اللي عليك واجتهدت، خلاص انا راضيه. الدرجه دي بقى بتاعت ربنا، سواء طلعت الاول طلعت الاخير، انا راضيه عنك طالما انت عملت اللي عليك. مهم قوي 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 يعرف ان هو لازم يعمل اللي عليه. طيب مش عايز يذاكر وتعبني وبتاع، هقول له حبيبي بص، دي درجتك ودي مسؤوليتك. ذاكرت ونجحت لنفسك، ما ذاكرتش وما نجحتش برضه لنفسك. يعني عشان ساعات الضغط والتسلط زياده قوي يخلي الطفل طب خلاص مش هذاكر، حاسس ان هو بيذاكر لي. لا يا حبيبي انت ما بتذاكرليش. افهمه قوي قوي ان ده لنفسه. امي تقولي يعني هيسقط، يعني سيبه يسقط، يعني لا معلش سيبيه. ما هو لما تسيبيه ويسقط هيعرف بعد كده ان المذاكره دي حاجه مهمه، وهيذاكر وهيهتم وهيخاف. وعلى فكره هو هيخاف، انت لو سبتيه وقلتي له لا انا هسيبك وخلاص وبراحتك يا حبيبي ودي درجتك وانت حر، هو صدقيني هتلاقيه اهتم وهيخاف وهيهتم بمذاكرته. فنحاول نهدى كلنا، نهدى الفتره دي خالص، نهدى على اولادنا بالراحه خالص. مفيش حاجه مستاهله القلق والتوتر، واني ادمر شخصيه ابني واني اهد جوانب تانية كتير قوي عشان خاطر التعليم. التعليم ده جزء من حياتنا بس مش كل حياتنا، هو مجرد جزء بس من حياتنا. مش معنى ان ابني ضعيف شويه او قدراته مش قادر على الحفظ ان انا اقعد اقول لابني انت فاشل، انت مش نافع، واقعد اقول عبارات سلبيه او انت غبي. على فكره لو قلتي ابنك انت غبي فعلا هيبقى غبي. دي دراسه حقيقيه فعلا بتتعمل، ان عقله الباطن هيشتغل على ده فهتلاقيه فعلا غبي. لو قلتي ابنك انت ذكي فعلا هيبقى ذكي، حتى لو هو حتى مش هقول لك مفيش طفل غبي، كل الاطفال احنا اتفقنا ان هم كلهم اذكياء وان كلهم متميزين. في حد متميز في الرياضه، في حد متميز في الحفظ، في حد تاني متميز في الرسم، فكل حد متميز في حاجه. يا رب اكون قدرت افيدكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.